اهلا بيكم، كل عام وانتم بخير. رمضان كريم عليكم جميعا. وزي ما انتم شايفين الاجواء رمضانيه جميله جدا، اجواء رمضانيه حماسيه، وطبعا بما اننا ناس كرويه فلازم ندمج رمضان مع الكوره. النهارده احنا جايين لكم بحاجه لذيذه، حاجه حلوه كده هنعملها مع بعض خلال شهر رمضان، الا وهي هتكون فوازير رياضيه او فوازير كرويه باسم فوازير النجوم. هو ده برنامجنا في رمضان اللي هنطلع ليكم في كل حلقة او في كل فيديو بنقول ليكم شوية معلومات كده عن لاعب، وانتوا في النهاية بتخمنوا مين هو اللاعب ده وبتكتبوا لي في الكومنتات مين هو اللاعب ده، علشان نيجي في اخر الشهر ونشوف مين اكتر 3 جاوبوا معانا صح على الفوازير اللي هنعملها خلال الشهر، وهيكسبوا معانا جوائز قيمة جدا 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 هتكون مفاجأة في نهاية الشهر. خلينا نبدأ النهاردة بأولى الحلقات وأولى الفوازير وأولى اللاعبين اللي معانا النهاردة. وللعلم هو لاعب أسطورة، حبينا نبدأها بأسطورة من أساطير كرة القدم حوالين العالم، لأن النهاردة هو أحد أساطير كرة القدم اللي أبهر العالم كله بمهاراته الفريدة. عايزين تعرفوا مين هو؟ تعالوا اديكم شوية معلومات عنه، وفي آخر الحلقة خمنوا مين هو. هو لاعب برازيلي، ولد في 21 مارس 1980. بدأ مسيرته الاحترافية في نادي غريمو 1998، وانتقل منه لباريس سان جيرمان ولعب معاهم من 2001 ل 2003، وفي 2003 انتقل إلى برشلونة الأسباني وحقق معاهم بطولات وإنجازات كتيرة جدا. فاز مع برشلونة بلقب الدوري الأسباني مرتين وبدوري أبطال أوروبا مرة وحيدة. فاز بجائزة الكرة الذهبية في عامين على التوالي 2005 و2006، اظن كده بقت اوضح اكتر. فاز بكاس العالم مع البرازيل وسجل هدف جميل جدا في المانيا عام 2002. معروف بمهاراته الاستثنائيه والمبهره، بيسدد من مسافات بعيده، بيمرر بالكعب، بيراوغ بالمقص، وبيتحكم في الكرة بالراس. اعتزل في 2018 بعد ما لعب لأندية تانية كتيرة بعد برشلونة. عرفتوا مين هو اللاعب الأسطوري في حلقتنا النهاردة؟ لو عرفتوا مين هو اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش اكتر 3 هيجاوبوا معانا صح خلال الشهر ليهم جوائز قيمة جدا هتكون مفاجأة كبيرة جدا في نهاية شهر رمضان المبارك.